تخيل معايا جابوا 60 طالب قسموهم لمجموعتين، واحده خدامه بطريقه جديده ديال القرايه والاخرى كيديروا الطريقه الكلاسيكيه ديال التركيب. من بعد اسبوع المجموعه الاولى توقعت عليهم بنسبه ديال 80% في كل شيء. واش كتصور النسبه هذه شحال كبيره؟ وهذا الشيء بلا ما يبدلوا الطريقه ديال الخدمه تاعهم. باغي تعرف شنو داروا؟ تبع معايا، راه الطرق ماشي ديال بومودورو ولا داكشي ديال اليوتيوب، هادو من دراسات حقيقيه في علمنا. اول تجربه داروها في جامعه ستانفورد، قسموا طلبه على جوج. المجموعه الاولى كل صباح كيسجلوا 3 ديال الحوايج ممتنين ليهم، والمجموعه الاخرى كتقرا لا والو. من بعد 7 ايام الناس اللي كيسجلوا شنو كيمتنوا ليه زاد التركيز ديالهم بنسبه ديال 31%، وهذا الشيء حيت العقل كيتبرمج على الايجابيه وكيقلل التوتر والدماغ كيخدم بلا مشتتات. التجربه الثانيه جايه هذه المره من هارفارد، جابوا طلبه عطاوهم مهمه صعيبه، قالوا للمجموعه منهم قولوا بصوت عالي انا متحمس، والاخرين قالوا لهم انا خايف. النتيجه الناس اللي قالوا انا متحمس داروا المهمه بشكل ناضج، واخا بصح كانوا خايفين. هنا العقل كيترجم القلق الحماس، وهذه سميتها في علم النفس ريفرامين. المهم توضيح هادشي ماشي ديال قانون الجذب ولا ديك الخربيق، راه ماشي تقول لي كل نهار غتنوض تقول انا قوي انا ناضي وفي ما كدير حتى شي اسباب باش يخلوك انك تنجح، راك غير كتخربق صافي. المهم نكملوا. التجربه الاخيره من MIT، طلبه داروا تمرين في الغابه بلا تليفون لمده ديال 20 دقيقه في النهار، يعني داروا تمرين ديال الماط ديال الفيزيك ديال شي تخربيقه. من بعد اسبوع كيقدروا يركزوا الدوبل ديال المده مقارنه مع اللي بقاو في المكتبه. يلا شكون كان كيتوقع ان الطبيعه كتزيد من تركيزها؟ العلماء سموها attention restoration theory، يعني الدماغ كيرتاح وسط الطبيعه وكيرجع يخدم بجوده عاليه. المهم هذه هما 3 طرق مجربه علميا امتنان، تحويل الخوف الحماس، 20 دقيقه في الطبيعه. جرب شي وحده منهم وربما دماغك يرجع ناضي. المهم الا عجبك هذا النوع من المحتوى دير لايك وخلي كومنت، وباغي نجربوا في الفيديو الجاي. تهلا.